تونس كأي دولة أخرى في شمال أفريقيا تضم أقلية كبيرة من ذوي البشرة السوداء، يعمل الكثير منهم في وظائف متواضعة أو زهيدة الأجر، أما فرصهم لتحسين أوضاعهم فضئيلة. بعد ثورة 2011 اعتمدت تونس دستورا جديدا ينص على أن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. في بالي توصي كيفك حبينا البلاد، في بالي كنا مسلمين وعند ربي عباد، ابارامون طلعت في حساباتي غلط. ولكن يبدو أن بعض التونسيين يعانون من التمييز ولا يتمتعون بحقوق متساوية مع الآخرين. كرامة وطنية لا للعنصرية. ووجدنا أن المواطنين السوداء في البلاد غالبا ما يتعرضون للإهانات اللفظية. كحلة يا كحلوش. شكون الثاني؟ كذلك اكتشفنا حالات أدى التعصب العنصري فيها إلى عنف جسدي. قال لي ما فما حتى شيء يجبرني باش ننفخ على جلي الوصفي، ما ننفخش على جلي الوصفي. ضربني على رأس. وفي جنوب البلاد وجدنا دليلا على الفصل العنصري شكل مؤشرا مقلقا إلى عودة التمييز العنصري. لا تتوفر أرقام رسمية عن نسبة ذوي البشرة السوداء، لكن من تحدثنا إليهم يعتقدون أن النسبة تصل إلى نحو 15% من عدد السكان، على الرغم من أن الأغلبية تعتبر نفسها ذات بشرة بيضاء. يخلو العديد من المهن من السود خلوا واضحا، أما القلة التي يتاح لها الانخراط في بعض المهن فتقول إنها غالبا ما تتعرض للتمييز. ياسر لطيفي هو الحكم الأسود الوحيد في الاتحاد التونسي لكرة القدم، وقد شهدنا الإهانات العنصرية التي يتحملها بشكل روتيني. يا كحلة يا كحلوش. يا كحلة. هي الكلمة كلمة تأثر فيك على الآخر، يا محروق يدري شنو فهمت معناها برشا كلمات هكا ياثروا فيك على الاخر، معناها يخلوا لك شنو نحكي لك جمله فهمتني هكا تطيح فهمتي في الروندمون، خليك تخمم هكا ما عادش فهمتك اللي مركز على الماتش ولا حاجه، تبقى غصه في القلب من داخل. كراهية الأجانب مشكلة تواجه كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ولكن معظم الهيئات المسؤولة تعاقب المشجعين العنصريين والمسيئين، أما في تونس فعادة يفلت هؤلاء من أي عقاب. ما فما حتى عقاب للجمهور، الجمهور حتى حد من فهمتك نجم يعاقبه، لونترينور معناها شنو هو العقاب؟ طلبنا تعليقا من الاتحاد التونسي لكرة القدم لكننا لم نتلقى منهم ردا. يقول مهنيون آخرون من ذوي البشرة السوداء إنهم يعانون كذلك من الإساءات في مكان العمل، وهذا ما وجدناه عندما التقينا نجيبة حمروني التي سبق أن استهدفت من بعض الجماعات المحافظة على خلفية نشاطها كنقيبة للصحفيين التونسيين. بمجرد أن تعاطيت أدافع عن حرية التعبير، أدافع عن حقوق الصحفيين، عن حماية الصحفيين، فبدل مناقشة أفكاري بل يتم العودة إلى لوني، وبرزت صفحات خاصة باسمي على الفيسبوك فيها صور، مرة يحطوا لي وجهي صورة قرد وصورة نساء متاع الإفريقيات يعني في المزرعة في الضيعة، ويكتبوا تحتها نجيبة حمروني، هذه نجيبة حمروني، يعني أساليب دنيئة جدا يعني ولا إنسانية بالمرة. تم تداول الصور والرسومات المشوهة لنجيبة بأشكال مختلفة. محامية ونشرت شريط فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، استهدفتني شخصيا وسمتني بالاسم ونعتتني بنعوت عنصرية. رفعت قضية ضد هذه المحامية، توقفت القضية لأنه ليس هناك قانون يجرم العنصرية في تونس. صممت نجيبة على رفع دعوى قضائية حتى إن لن يؤدي ذلك إلى نشر الوعي فقط بمسألة التمييز العنصري في العمل، فهي تؤكد أنه يصيب المجتمع التونسي على مستوياته كافة. هناك بعض المحلات وبعض المطاعم وبعض المقاهي لا تشغل إلا السيرفر الأسود اللون،
لأن من يقدم الخدمة لابد أن يكون أسود لكن اللون. الأمر لا يقتصر على كون معظم التونسيين السود يعملون في وظائف زهيدة الأجر، فبعض المهن بحسب نجيبة كتلك المتصلة بالإعلام والسياسة تبدو وكأنها محظورة على عندناش السود. كثير صحفيين سود في تونس، يعني ما نلقاوش مذيع أو في التلفزة أو في الإذاعة أسمر البشرة. هل هناك وزير أسود طيلة حكم تونس من الاستقلال إلى اليوم؟ ما أن نخفي الأمر ونقول لا توجد عنصرية في تونس، فنحن كمن يخفي الشمس يعني بغربال. لمعرفة المزيد عن أنواع الإساءة التي يقول التونسيون السود إنهم تعرضوا إليها، التقينا حمزة مغني الراب الذي يحاول التوعية بهذه المشكلة من خلال موسيقاه. ما شافوش وعادي قدام غيش عندهم عبارات صعصع القلب هذاك حلوش يصفي الدم وينظف القلب. خدمت الأغنية ذي بور لي بلان راسيست للعباد العنصريين موجودين في تونس. أثارت أغنية حمزة ردود فعل متباينة، بعضها كان مهينا حتى العمق كما يخبرنا. برا أمي نكتلو مورو راب تخسيب في روحك حاجة كبيرة كحلوش محقور 4 صوابع ونص عبيد مكروه ومنايك تاريخك عندي قلبي يتقطع يلبي يبكي. ولكي نعرف ما يواجهه بشكل روتيني السود في تونس العاصمة، وافق حمزة على حمل كاميرا خفية مخبأة في نظارات. قرر حمزة أن يصور كل ما يحدث له خلال يوم واحد من أيامه المعتادة، على أن نلحق به بعد ذلك لنستعرض اللقطات. سعدية مصباح على دراية طويلة بممارسات العنصرية، فهي المضيفة السوداء الوحيدة في شركة الطيران الوطنية، وقد اعتادت على التمييز ضدها، ولكن لا شيء أعدها لما حدث معها عام 2013 عندما ذهبت إلى محطة البنزين لإصلاح إطارات سياراتها. أول مرة ممكن نعاود نقف في محطة البنزين هذيك، دخلنا الستاسيون باش نطلبوا منه يوفخنا العجلة، قال لي ما ننفخش عجالي لوصفاء، سبني هاني اللي انا مراه ما نصلحش. فولدي كانت رد فعله قال له المراه اللي ما تصلحش اللي تحكي عليها امي. ومن بعد خلطوا عليه زوز زملاء نتاعو، شدوا فارس يد من واحد شدوا من يد اليمين الاخر شدوا من يد اليسار، شدوه هكا ما عادش ينجم يتحرك، وهو يخنق فيه ويجر فيه على خاطر كان عندهم وحده حديد طويل باش يهزوا باش يضربوا به. قعدت بيناتهم ما نجمت، خيرت اللي ناقف بينه بالودي وقلت ما يسالش اللي باش يصير ما يهمش. تلك الليلة توجهت سعدية بسيارتها إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث. في كثير من البلدان تتضمن القوانين الجنائية مواد لردع الجرائم ذات الطابع العنصري، ولكن هذا ليس حال تونس، لذلك أقامت سعدية دعواها على أساس الاعتداء. زهور حرباوي صحفية تعمل مع جريدة تونس إبدو، لا يراودها أي شك بدوافع ذلك الهجوم. هذا الخبر يقول تونسيان ضحيتان لعمل عنصري. تعرضت امرأة وابنها لهجوم لفظي وجسدي من قبل عامل في محطة بنزين لأن لونهما أسود، وتمكن الولد من الإفلات من يدي المهاجم بعد إصابته بجروح خطيرة في رأسه وجسده، وهذا ما أكدته سجلات المستشفى. أما الأشخاص الذين تتهمهم سعدية بمهاجمتها فقد طعنوا في روايتها لما جرى، وأفادوا بأنها هي التي اعتدت عليهم. بعد 3 سنوات ما زالت دعوى سعدية تنتظر البت فيها، ولكن تجربتها دفعتها لتصبح ناشطة مناهضة للتمييز العنصري. سامحني يا زياد ما نجمتش. تجمعت لدينا حتى الآن روايات عدة من تونسيين سود من جميع الأعمار عن تعرضهم الدائم لسوء المعاملة والتمييز العنصري، وقد حان وقت اللحاق بحمزة الذي قضى يومه متنقلا في أنحاء تونس العاصمة مجهزا بكاميرا خفية. تعرضت برشا أفعال متاع عنصرية
بتفادليك موجودة في تونس أو سيف، صفي دم، داك كيفاش يغسرولي، ليه ما تقربليش، حاجات كيما هكا. كان واحد دخل فيا كيما نقولوا سكينة ولا حاجة في قلبي. لكن التوتر العنصري لا يقتصر على العاصمة، بل يمكن العثور عليه في مختلف أنحاء البلاد. وقد سمعنا عن قضية مثيرة للقلق في بنزرت الواقعة على بعد 65 كيلومترا إلى الشمال من تونس العاصمة. في هذه البلدة الصغيرة التي تسكنها غالبية من التونسيين البيض، يعيش مهدي وزوجته مبروكة، وقد أخبرانا أنهما تعرضا طيلة سنوات لإهانات عنصرية متوسطة الحدة، ولكن قبل حضورنا للتصوير ببضعة أيام ساءت الأمور كثيرا. جاري هذا اللي وراي بالضبط يجي وراء الدار بالضبط، فظلت تعذب له الكل يجيبوها، المراه نتاعو مرت السيد هذا ويحرقوا بالواحد، ننزل ترين باش نختنقوا بالريحه. ولادي عليها كي رانا عباد كيفنا كيفكم، لا انت اكحل، انت كذا، انت يا جربوع يا فار يا ترشنوه يا وسفان يا اللي مكه يا فارقه يا ودي، وانتم منين؟ تهجموا على زوجي باش يضربوه. سمعت انا الضوضاء، خفت، خرجت باش نلقاهم الاب وولده جندي، جاو طيحوا له دراجته وحاولوا يحبوا يضربوه. جيت انا بيناتهم، حاب انا ندس في زوجي والابن، ابنه هذا جندي مازال كيف جا من الجزرنه، اخذ الحجره وضربني على راسي. وريها ضربني على راسي. ليله في السبيطار، راقده في السبيطار. روحت البيت نتاعي نبكي، تيح في الليل كثر فيا نفسانيا، معناها لزاي ضربوني، وحقي ما ثماش. هو ضربني ودمي في القاعه في المحكمه باش ياخذ لي حقي. تقول لي برا نمشي نروح للدار، يقول لي برا نمشي نروح للدار، كأني حيوان، كأني قط مات ولا كلب تضرب، مش انسان. شهد العديد من سكان بنزرت ذلك الاعتداء، وهذه المرأة التي طلبت كتمان هويتها خوفا من الانتقام وصفت لنا ما رأت. وضربها خاتي مبروكة تم من ولد الراجل، يعني علاش باش نكذبوا احنا؟ هو اللي ضرب، كان ضربها بحجرة، حللها 11 غرزقها، يعني كلها دم، وحتى الدم في القاع وفي الفولارة وفي حوايجها وكل، فهمت؟ والناس الكل شافت هنايك اللي هي يعني ضربها الطفل. بعد جات الشرطة هزت الطفل وبوه ومن بعد سيبوه. أشخاص عدة شاهدوا ما حدث، ولكن الشرطة لم تأخذ إفاداتهم، كما ردت المحكمة قضية مبروكة. وتحفظ القضية في حق المرأة ما تعداش لعدم الأدلة. ومن بعد اللي في المركز في القسم الشرطة ما خذاو لهمش حقهم. أنا حسب مرة هذايا الكل ميز عنصري. مهدي ميلاوش مهدي يعطيه يقعد يسكن على روحه وخاطيه مسكين. هذا ما يحبش يفهم. القضية هذه نتاع سي مهدي وسي عبد السلام قضية تنجم تقول عنصرية. شرحت لنا سعدية الأسباب التي تجعل قضية مهدي واللامبالاة الرسمية الواضحة تجاهها حالة غير فريدة من نوعها. العنصرية في تونس موجودة، لكن عين الشر لا تراها كذلك. لو كان القانون يعتبر العنصرية جريمة لكان مشرعون تعاملوا معها، لكنهم يقولون أن العنصرية غير موجودة، وهذا لأنهم لا يعتقدون أن السود موجودون أصلاً. عرضت سعدية أن تأخذنا إلى جنوب تونس، حيث تعمل على توثيق حالات جديدة من الإهانة العنصرية. كنا في طريقنا إلى سيدي مخلوف، وهي بلدة تقطنها أغلبية من التونسيين البيض، لكن ما إن اقتربنا من ضواحيها حتى تنبهت الشرطة المحلية لوجود سعدية معنا، فأوقفت السيارة، وبعد احتجازنا لساعات سمح لنا بالمواصلة، ولكن من دون سعدية. أنا الوحيدة التي طلبوا إخراجي، فهم لا يريدونني في الفريق. يزعجهم أن نجهر بالحقيقة. لو لم نكن على حق لما قاوموننا بهذا الشكل. كان لدى سعدية اعتقاد بأن للشرطة سبباً آخر لتأخيرنا، فقد سمعنا أن أطفال المدرسة يجري فصلهم بحسب لون بشرتهم ويجبرون على ركوب حافلات منفصلة. عندما ننتبه إلى الوقت نعرف أنهم كانوا لا يريدوننا أن نرى الحافلات. إنهم لا يريدون أي دليل،
أو أن تتوثق هذه الحكاية، لكنني مواطنة حرة لا شيء يستطيع منعي من فعل ما أريد. أصرت الشرطة أن نترك سعدية عند مشارف البلدة، فتركناها وأسرعنا لتصوير الحافلات المدرسية. رصدناها وتبعناها عن بعد. أخبرنا أن هناك حافلة تقل الأطفال البيض فقط، فيما الأخرى تقل الأطفال السود، وما رأيناه أكد لنا صحة ما سمعناه. قبل سنوات عرفت القصبة، وهي قرية تقطرها أغلبية ساحقة من السود، حدثا نادرا تمثل في زيجة مختلطة. عامر وسلاف يعتقدان أن زواجهما أغضب إلى حد كبير سكان البلدات المحيطة ذات الأغلبية البيضاء، فقرروا العمل على منع الاختلاط بين اللونين، ومن ثم نقل التلامذة البيض في حافلة والسود في حافلة أخرى. عملية متاعتينا معناها من الزواج بالبيضاء، بدو هم عندهم كار يركبوا فيها وحدهم كاتبين فيها كار الياغورت، وإحنا عندنا كار اللي كاتبين فيها الغرط نتاع الشوكولاتة هذاك لكح. معناها عملوا هم باصل السود وباصل البيض معناها باش يقطعوا العلاقة هذه باش ما عادش تعود. عائلة سلاف عارضت ذلك الزواج، وتعرض الزوجان للتشهير على مدى سنوات. حبيته وهو حبني، بغيضنا بعضنا على الحب، بغيض بعضنا. في البداية هالي شدوا قالوا لي كيفاش تاخذي أسمر، وأنا قلت لهم ناخذه كان هو الأسمر هكا. وقعد القصة كحدا قداش من عام 13 عام قاعد قداها لي ما نمشيش ونجي قداهم أهلي. مشيت وقتها في عرس خويا، جاي باباي هنا هزني، ورجعت العلاقة معناها عادية بالنسبة لعائلتهم هم. أما فما بعض ناس ما عادش يحبوهم العائلة متاعتها، على خاطر بسبب هناك هم رجعوني غادي ورجعوا مشيت أنا وياها لأهلها البيض. فما اللي هددوني، فما اللي حتى اللي قالوا لي معناها تدور انت وياها في السوق نضربوك انت وياها. هم خايف اني منهم. تركنا عائلة عامر وسلاف وعدنا لنبحث عن سعدية. عندما رأيناها في الشارع هاتفناها للتأكد من استعدادها لمرافقتنا. اتصلت بالمحامي وقال لا إشكال في الحوار مع أي إنسان تختارينه. نصحني بعدم حمل كاميرا وبعدم البقاء مع الفريق، عدا ذلك فأنت حرة في الانتقال أن شئت. ولكن يبدو أن الشرطة ما زالت تراقبها. للهروب من ملاحقة الشرطة لجأت سعدية إلى منزل أحد سكان القصبة. أود أن أشكر الشرطة الذين جعلوني أكشف ما حاولوا إخفاءه لسنوات. لماذا لا يفضحون العنصرية؟ لماذا لا يتحدثون عنها؟ اليوم يبدو أن تونس ليست عنصرية فقط، بل هي تؤمن بالتمييز العنصري. إن لم يكن لديهم ما يخفونه فلماذا يمنعونني؟ لقد كشف اعتقالي أن هناك أمراً يستلزم الإخفاء، وسأستخدم أي وسيلة لكشفه. عندما عدنا إلى العاصمة وجدنا أن الأطفال السود هنا لا يخضعون للفصل في الحافلات، لكننا سمعنا تقارير عن تعرضهم لمضايقات عنصرية من قبل المعلمين. أمام وزارة التربية انضمت سعدية إلى ناشطين آخرين للاحتجاج ضد التمييز في المدرسة. قالت لنا إحدى المتظاهرات إن ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات تعرضت لصدمة من جراء التعرض لها. شكرا. في يوم من الأيام جاتني عندها حسرة في قلبها، خاطر توجهت لها سؤال المعلمة كيما الصغار الكل، أنا وليتك من ضمن الأولياء. بنتي شارت لها إلى إلى الولية نتاعها، مصدومة من كون أمها كحلت، ومن وقت غيرت المعاملة. شكرا من الأطفال السود الكثر الذين يقولون إنهم تعرضوا لممارسات عنصرية في الفصول الدراسية، في حالتها كادت العواقب أن تكون مميتة. جاتني من المدرسة بنتي تبكي متغشة حزينة، قالت يا ماماتي راه ثم ريحة خايبة في القسم، معلمتي عملت دورة واستثنتني على الصغار الكل، وجيتني أنا وتهمتني كونها الريحة هذيك فيا. مشيت للمدير وقلت راهي بنتي في حالة سيئة جملة، ما ترقدش تعيط تصيح، قالت نرمي روحي من الدار أنا ننتحر. كانت حالة شكران سيئة إلى درجة أن أحلام أخذتها لرؤية طبيب نفسي للأطفال، وقد صدق الطبيب روايتها. أنا في الرواية متاع شكران لازم ندقق لهنا، ما لقيتش دوافع متاع الطفلة قاعدة تتخيل وتصنع من ذهنها وفي راسها رواية
غير حقيقية، على الأقل معناها اللي هو أكيد مؤكد أن هي الفتاة معرضة إلى سلوكات اللي فيها فعلا ميز عنصري. كانت المعلمة على حسب الرواية تقول لها أنت مسخة، أنت تراها نثبتوا منين الريحة، قالت لها انزع الكولون تاعك باش نشموا والريحة نشوفوها منين. خرجتها من القسم وحلت النوافذ وقالت بون توا باش نشموا الريحة ولا الهواء النقي. تعدت علي المرحلة هذه في الدراسة متاعي وعانيت منها، وقررت مش نخرج من الدراسة، معناها حطمت أمالي وأحلامي. ما لقيتش شكون يساندني باش نجم نقاوم الظاهرة هذية والاعتداءات اللفظية من التلامذة يعايرني بكلمات تحط من قيمتي كإنسان، والقصد منهم هما كيوجهوها لي باش يحسوني كوني أقل منهم وهم أرفع مني. كانت شكران منزعجة للغاية من معاملة المدرسة لها، مما جعل والدتها ترفع شكوى إلى وزير التربية، ولكن عندما تحدثنا إلى الوزير أصر على أن القضية لا تؤشر إلى وجود مشكلة أوسع نطاقا. هنالك بعض الحالات إذن، وهذه الحالات نادرة. أظن أن إذن وقع توجيه إذن للمعلمة توبيخ إذن، ونحن نوجه للمرة التوبيخ، مرة ثانية سيكون إذن العزل. على الرغم من صعوبة تحديدها والأصعب من ذلك إثارتها علنا، فمن الواضح أن العنصرية مشكلة قائمة في تونس. لهذا السبب تدعو سعدية وزملاؤها من الناشطين لإجراء تغييرات في الدستور التونسي. كان يفترض بثورة 2011 أن تجعل جميع المواطنين متساوين، ولكن العديد من التونسيين السود يريدون المزيد من الحماية القانونية. يتوجب على الحكومة أن تقوم بعملها، لكننا لن ندعها تنسانا بعد الآن. نريد مادة مقتضبة في الدستور حول هذا الموضوع تعترف فيها الدولة بوجود التمييز العنصري وتعتبره جرما. في فبراير 2016 رفعت سعدية وفريقها قضيتهم إلى الوزير التونسي المسؤول عن حقوق الإنسان، وكان لقاء مغلقا بحيث انتظرنا في الخارج. في وقت لاحق التقينا بهم لمعرفة ما تم مناقشته. لدى الوزير رؤية أشمل. إنه يريد استقطاب سياسيين آخرين، وهو يقول إنها مشكلة وطنية وإن على المجتمع المدني أن يشارك. نحن سعداء بهذه النتيجة وسوف تجبرنا على العمل بجهد أكبر. بعد الاجتماع نشر الوزير بيانا على صفحته في الفيسبوك أعلن فيه ولأول مرة أن وزارته سوف تساند الجهود الهادفة نحو معالجة التمييز العنصري. في وقت لاحق سألنا الوزير عما كان يدور في ذهنه تحديدا. لم تكن التفاصيل قد تبلورت لديه بعد، لكنه أقر بوجود المشكلة. في تونس موجودة عنصرية، يعني هذا بالبديهي، يعني مسألة جدية وحقيقية وليست مسألة وهمية. هم يعرفون كيف يحسون نظرة الآخر عليهم، سواء كانوا في الشغل أو كان ذلك في المدرسة، وهذا له تأثير كبير. هنالك وزارات بالضرورة يجب أن تطلع على الملف مثل هذا، وأنا سأعمل على أنه يقع الاطلاع. قبل 5 سنوات قامت الثورة في تونس ووعدت شعبها بفجر جديد على مستوى التحديات. لم تفي الثورة بكل وعودها، لكن الناس ما زالوا على الأقل يستطيعون التظاهر في الشارع. أما المواطنون أصحاب البشرة السوداء فما زال مشوارهم طويلاً.